اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اول حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك. كما كتشوفوا معايا هاد التشكيلات كاملين اللي وريتكم غادي نحضرها بباط وحده، لا باز واحد غادي نوريه لكم اللي تقدروا تحضروا به لي طورطات ديالكم كاملين وسهلين باقل تكلفه. يعني ما غاديش تحتاجوا بزاف ديال المقادير وكتجي يعني كيك واعر بزاف. غزال غزال غزال. خليكم معايا وغادي نوريكم كل شيء والطريقه كذلك. اول حاجه نبداو بها بسم الله هي 5 البيضات. عندي هادو هما المقادير ديال الكيك. 5 البيضات، عندي جوج زلايف ديال سنيده يعني بالعبار ديال 400 غرام، عندي زلافه ديال الزيت، وعندي زلافه ديال الماء. صافي. عندي 2 معالق ديال كبار ديال سميتو ديال العسل، وعندي لاغوم د الفاني بودر، وعندي ليكيد وخماره و750 غرام ديال الدقيق. صافي. هادو هما المقادير. غتقولوا الدقيق بزاف وداكشي بزاف وكي غادي تجي كلشي غادي نوريه لكم، لان يعني السر ديال هاد النجاح ديال الكيك هو كيفاش كتخدم. واخا يبانوا لكم يعني الدقيق بزاف والزيت وهذا داكشي قليل، لا، تبعوا معايا وغتشوفوا. اول حاجه غادي ناخذ هذاك البيض، غادي نطربو مع سنيده كما كتشوفوا. هذا هو لاباز. انا باش خدمت هادوك لي غاطو كاملين بهذا الكيك هذا، غير هو خصكم تعرفوا كيفاش تخدموا بيديكم. انا غنوريكم ولكن خصكم تعرفوا كيفاش كتخدموا. هنايا كيف ما شفتوا معايا غادي ندير سكر سنيده، غادي نخلطو مزيان، غيطرب مزيان هكا يعني غير بيديا بلا ما تحتاجوا بالباطور انه يعني تطلعوا هذا الكيك، غير باليدين بشويه عليكم حتى تطلع مزيان. كما كتشوفوا معايا هنايا ما حدني كنطرب وهذاك الخليط كيبيض بحال اللي غطلعوا لا جينواز، ولكن ماشي 100% غتكون جينواز، لان جينواز حاجه والكيك حاجه اخرى. هنايا غادي نضيف الفاني كما كتشوفوا، فانيا وحده، وغادي نضيف معاها 2 معالق كبار ديال العسل. هنايا انا العسل كنحضرو يعني في البيت ما كنشريهش العسل، اولا يمكن لكم يعني تستغناو على العسل وديروا الجلوكوز، اولا ديروا بحال دابا مثلا معلقه ونص ديال الجلوكوز، اولا ديروا كونفيتور هذاك اللي كيكون سائل خاص بالحلويات ماشي الاخر ديال الماكله. صافي. كيف ما كتشوفوا معايا غنطرب مزيان، ما حدني كنطرب وهي كتطلع، ما حدني كنطرب وهي كتطلع هاد الخليط. صافي. غادي نضيف من بعد الزيت كيف ما كتشوفوا تقريبا هنايا واحد نصف لتر تقريبا، ما يعني على العبار ديال الزلافه فقط. صافي. غادي نخلط مزيان حتى هو هذاك الزيت ولكن غير بشويه هكا. صافي. حتى غادي نبقى نضيف من بعد لاغوم اللي بقات ليا، وكذلك غادي نضيف الدقيق يعني في دفعه بشويه وانا كنخلط. خليكم معايا وغادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. صافي. هنايا غادي ناخذ الدقيق بالنسبه للخماره حتى هي غادي نحلها وغادي نضيفها حتى هي مع الدقيق باش نميلونجي كلشي، وعاد غادي نبقى نضيف بشويه وانا كنخلط. المهم هذا يعني حتى لهنا مزيان. غادي تشوفوا القوام ديال الكيك كيفاش غادي يكون بهذه الكميه اللي عطيتكم، لانها كتخرج بزاف. راه هاد الكميه اللي عطيتكم ديال 5 البيضات كتخرج بزاف، يعني نقدر نقول لكم اكثر من لا جينواز اللي نتوما كتعرفوا ديروها في 2 لاطات. حتى هي كتخرج هذه 2 لاطات، ولكن عندي اللاطات ماشي بحال هذوك ديال 30 على 40 اللي هما معروفين اللي كيداروا فيهم لا جينواز، لا،
لي بروفيسيونيل، يعني انا كندوي على الناس اللي كيعرفوا الحلاويين، يعني البروفيسيونيل راه عارفين ديك 30 على 40 ديالاش. هنايا كما كتشوفوا غنبقى نضيف بشويه بشويه وصافي. غادي نخليها واحد شويه يعني حتى ترتاح مع راساتها. عاد غادي نضيف هنايا سميتو الماء. هنا شوفوا كيفاش كيكون الخليط، كيكون عاقد شويه، صعيب انك تميلونجيه بيديك، خاص تكون عندك واحد لا فورس. هنايا غادي نبقى نضيف بشويه وانا كنخلط ما حدني كنخلط، وهذاك الخليط كيبدا يخفف بشويه بشويه، بحال اللي غادي تضيفوا الحليب وغتضيفوا هذا، ولكن هذه اقتصاديه، ما غتشريو لا حليب لا حتى شي حاجه، لا دانون لا والو. هذه كافيه وكتجي رائعه، كتجي رائعه. انا جربتها في الكيك اللي هو عادي، كيكه اللي معروفه، وجربتها في الكيك اللي كندير فيه هذا الشيء ديال ديال الحلويات دلا كريم. يعني ما نقول لكمش كي كتجي واحد المذاق رائع رائع رائع، يعني ما تستغناوش عليها لا من حيث الكيك العادي واقتصادي كذلك، او لا من ناحيه الكاطويات ديال لا كريم. صافي هنايا غنبدا نخلط كما كتشوفوا، كنطرب بشويه عليا بشويه وصافي. من بعد عاد باش غادي نوريكم المول باش غادي نحط وكيفاش غادي نليسي هاد الكيك ديالي. خليكم معايا. انا هنايا كنحاول انني نوريكم يعني بالتفاصيل المدققه. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها الاخير. كنخليه جانبا وغادي ندوز باش غادي نديرو في المول. كما كتشوفوا معايا ما عنديش هذاك المول اللي قلت لكم وسبق لي، يعني قلت لكم هذا هو المول اللي كنخدم به، وعندي مول اخر اللي هو كبير على هذاك ديال 30 على 40 وكبر حتى من هذا. يعني راه كنقسم الخليط الى قسمين، كيخرج ليا ما شاء الله. هذاك الشيء انا وريتكم هذاك الشيء كامل اللي شفتوه في الاول بهاد يعني الكونتيتي ديال الكيك. راه تبارك الله، راه ماشي زعما يعني شي كميه اللي هي قليله، بالعكس. وتقريبا راه كندير 3 طبقات باش تعرفوا. انا غنوريكم كل شيء، وغنوريكم حتى هذوك لي سيركل باش كنخدم وباش خدمت وباش شنو درت. المهم هنايا غادي نطلق الكيك ديالنا بحال هكا بسباتول. صافي غنقادها مزيان وغادي ندخلها للفران يكون سخون. غير اون فوا تدخل تنقصوا عليها شويه، ماشي تنقصوا تميتو، وانما تنقصوا عليها واحد شويه ديال العافيه باش طيب على خاطرها وصافي. المهم هنا من بعد ما غادي طيب غادي نمشي نيشان، يعني غنخليها كتطيب وغندوز باش غادي نحضر السيرو ديالي اللي هو ضروري السيرو. يلا خليكم معايا. صافي هنايا من بعد ما غادي طيب وغادي نخرجها، غادي تكون سهله باش تحيد ديك بابي كويسون. كما غتشوفوا معايا كتجي كيك رائعه وسهله في التحياد. يعني ما كاينش هذاك المشكل اللي كنلقاوه عند بزاف ديال البنات، كتلصق ليها الكيك في البابي كويسون، يعني شي حاجه اللي صعيبه. بالنسبه للسمك كيفاش كيجي، ها نتوما الكيك كيجي خفيف كما كتشوفوا. السيركل هذا هو السيركل اللي خدمت به. هذه بالنسبه للطوطه، يعني الطورطه الكبيره اللي كيخرج ليا كيلو. متفقين حتى لهنا كيخرج كيلو هذا السيركل هذا. انا بالنسبه ليا كندير فيه 3 ديال الطبقات. بالنسبه لواحد السيركل راه هو داك الناس اللي ما كيكونش عندهم السيركل، يعني اللي يقدروا باش يعاونوا راسهم، واحد الطويصه راه هي ديك غادي نوريها لكم حتى هي كنقضي بها. حتى هو الصراحه السيركل ديالها مزيون وغادي تشوفوا.
يعني الناس اللي ما عندهمش، علاش لا؟ عطا الله افكار، عطا الله الحوايج اللي باش نديروا هاد الحليوات هادو، علاش لا؟ وسيدي ربي كيقول لك سبب عبدي وانا نعينك، علاش لا؟ والكمال لله سبحانه وتعالى. وكتشوفوا معايا يعني لي تروك اللي هما بساط وسهلين، ربما ما طاحش لكم على البال الناس اللي ما عندهمش هذاك السيركل، لانني انا شخصيا كنقلب على هذاك السيركل اللي هو صغر ديال اينوكس نيت بحال هذاك الكبير، ولكن ما كنلقاش بتاتا. صافي قلت علاش لا ما نخدمش بهذه الطريقه. انتما غتشوفوا الفرق وشوفوا الكيك كيفاش كيجي، يعني كيجي زوين كيف ما كتشوفوا. صافي هذا كنخدمو بوحديتو، الاخر كنخدمو بوحديتو. شوفوا الكيك شحال كيخرج ليا، وكنقول لكم انا درت 3 طبقات وعاد لي شوت، يعني ديك 3 طبقات في الكبيره كندير بهم هادوك لي شوت. نتوما غتشوفوا كلشي معايا، يعني فكره زويونه وسهله في نفس الوقت. بالنسبه للسيرو هنايا غادي راكم عارفين السيرو يعني اللي هو متداول ومعروف، سكر سنيده مع الماء ولا غوم الفاني، كنخليوه حتى كيطبخ يشد في راسو مزيان، حسوا به راه ولا سيرو. صافي نخليوه يبرد وعاد نبدا نسقيوه. بالنسبه لاكريم هنايا طلعتها عادي بشويه ديال سنيده، عادي جدا كما كتطربوا نتوما يعني لاكريم ديالكم عاديه، وكنخليها تشرب هذاك الكيك من بعد السقوه. وكندير الكوش الاولى، من بعدها كندير الطبقه الثانيه ديال الكيك كنسقيها. الطبقه الثانيه هذيك هي لي شوت اللي بقاو ليا في يعني في الكيك، هادوك لي شوت هما اللي غنديرهم هنايا. غتشوفوا معايا حتى هما غنسقيهم وغندير فوق منهم لا كريم. كما كتشوفوا كنمونطي بدون سيركل، كنمونطي من ذاتي لراسي. نتوما الا كتلقاو شي مشكل في المونتاج تعلموا غير بوحده صغيره، غتبقاو تعلموا، راه ساهل وكيجي زوين. المهم غتشوفوا معايا يعني في الاخر كيفاش قديتها غير بيدي. صافي كما كتشوفوا غادي نكمل بالطبقات ديالي. كيف قلت لكم 3 طبقات كتخرج ليا كيلو ديال العبار بالمونتاج ديالها بالديكوراسيون، يعني بالديكوراسيون عفوا بالديكوراسيون. صافي يعني بكل شيء ليها كتخرج ليا كيلو. الثمن ديالها ب40 درهم. انا خرجتها لانه دايره بروموسيون، علاش اللي ما يكونش يعني في راس العام. كما كتشوفوا معايا سهل وزوين، منظر زويون، الكلاصاج غوج كما كتشوفوا، والكاناش من الفوق كيعطي داك اللمسه هي زويونه وحتى منظر زوين. ومن الفوق غادي ندير الخضر، بما انه كان يعني راس السنه حاولت انني نميلونجي ما بين يعني لي كولور ديال هاد يعني راكم معروفين الحمار والخضار ديال راس السنه. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نبقى حتى نكمل، وغادي ندير من الفوق الكيوي راه متواجد ومتوفر وزويون صراحه. طحت في شي كيويات ما نقول لكمش ديال القلب حلاوين. يا سلام. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم وتستافدوا معايا واستفدتوا نيت، وانكم غتجربوها وفقط دعوات ديال الخير. وكنتمنى انكم تبارطاجيو، علاش لا. بالنسبه هذه قلت لكم 40 درهم، بالنسبه للصغيره كنخرجها ب 25 درهم، اللي هي صراحه ثمن رمزي، ماشي حتى ديال هذا ولكن ثمن رمزي. نتمنى الاعجاب ديالكم والى اللقاء.